خلاص خلصتوا تريقة عليا وغلط فيا. جماعة هو كان في زلزال دلوقتي. حسيت ان انا على السرير عمالة اروح واجي وانا بترعش. كان في زلزال صح؟ قولولي. والله من ساعتها واعصابي سايبة ومش عارفة اتلم على اعصابي. لسه يا دوب يعني بفرد جسمي على السرير، لقيت السرير عمال يروح ويجي وجسمي كله، رجلي تقلت وجسمي تقل ومش قادرة اقوم اصلا من مكاني وطول يعني. الزلزال ما قعدش حاجة بسيطة، لا ده قعد اكتر من 20 ثانية، كتير مش قليل. الموضوع صعب قوي. ربنا يرحمنا برحمته، والله ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. قوموا صلوا يا جماعة، قوموا صلوا وادعوا ربنا. طيب انا مش مسامحة اي حد قال كلمة ملهاش اي لازمة، عشان انتوا ما عشتوش اللي انا عشته في 20 ولا 30 ثانية اللي انا عشتهم. عمري في حياتي ما هنساهم. من ساعة ما حصل الزلزال لحد دلوقتي انا ما نمتش. بصوا عينيا وارمة ازاي، بصلي وبعيط بس مش مصدقة ومش مستوعبة لحد دلوقتي. وانا لوحدي. ابني قال لي هتعشى عند تيتا، وانا قلت هستناه بس هريح شوية لحد ما يجي. لسه يا دوب طفيت النور ولسه بقعد على السرير، لقيت السرير عمال يتهز ويروح ويجي. قلت ايه ده، في ايه؟ اتصلت بحد، لا مفيش زلزال. انا جوايا بيقول لي زلزال وهم يقولوا لي لا مفيش زلزال، ده انت تلاقيكي بس، ويتريقوا زيكم كده. قلت طب ده مش زلزال، يبقى انا كده يا اما ملبوسه، يا اما في عفريت في الشقه، يا اما في حرام، في حاجه غلط. بس انا جوايا برضو بيقول لي لا ده في زلزال. رحت عامله عشان اسالكم الفيديو، قلت لو فعلا في زلزال ناس تانية هتبقى حاسه، مش انا لوحدي. زي ما ناس كتير حست اللي انا حسيته. انا على ما قمت وقلت ايد النور، لقيت الشماعه جنب الدولاب بتتهز تتحرك كده يمين وشمال. قلت ايه ده، طب في ايه؟ طب انا مش مشغله يعني مش مشغله مروحه تهز حاجه طب في ايه؟ طب حتى لو مروحه طب مش هتهز السرير. انا بقيت جسمي يعمل كده وعماله بعيط ولساني كان هيقف، ما كنتش قادره حتى اتكلم. انتوا مستوعبين؟ وانا لوحدي. اول ما حطيت وعرفت انه فعلا زلزال وان انا صح، حمدت ربنا وبقيت عماله اصلي وعيط. واتصلت بابني قلت له ما تجيش، خليك في الشارع. خفت عليه زي ما انتوا خفتوا على اولادكم، واولادكم كانوا نايمين وانتوا قاعدين جنبهم. ناس كتير قالت لي اكيد مش هتمنى لاي حد الخضه اللي انا اتخضيتها. حتى الناس اللي دخلت وفضلت تقول كلام سخيف، انا مش بتمنى لكم تتخضوا الخضه اللي انا اتخضيتها. وانا لوحدي في دور سابع، ومعايا على التليفون حد بيقول لا 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 ما فيش زلزال، طب انا في حرامي، طب انا اتلبست، طب انا في عفريت. بقيت دماغي فيها 1000 حاجة وعمالة بعيط وعايزة افتح باب الشقة خايفة، عايزة افتح الشباك خايفة. كمية رعب ربنا وحده اللي يعلم بيها، لحد ما حطيت الفيديو وعرفت ان هو فعلا زلزال، وبقيت اصلي واحمد ربنا وبقيت اعيط. لحد دلوقتي ما نمتش، انا ما نمتش من الخوف. اتصلت باختي بقيت عماله اعيط وتقول لي انا كمان حسيت بيه. قلت لها طب ما اتصلتيش بيا ليه؟ تقول لي ما انا على ما حسيت بيه كان خلص. بصوا يعني رعب. ابويا بيبقى نايم، عايزه اطمن على ابويا ومش عارفه اعمل ايه، مش عايزه اخده. اتصلت باختي قلت لها يا بنتي انزلي لابوكي. قالت لي انا نزلت له وطمني شويه، لقيت ابويا نفسه بيكلمني انا منهاره، عمال يقول لي طب ما تعيطيش، طب ابعت لك اختك تاخدك، طب مش عارف. قلت له لا انا بهدى، وانا صليت والحمد لله بهدى الموضوع فعلا. واتصلت ببنت عمتي قلت لها انا عايزه انزل وخايفه. يا جماعه ربنا ما يكتبها عليكم وتبقوا لوحدكم كده وتعيشوا الخوف اللي انا خفته ده، وتعيشوا الرعب، وتعيشوا الاحساس ان انت عندك عفريت ولا عندك حرامي ولا انت اتلبستي، لان انت في ناس اكدت لك ان مفيش زلزال. فشوفوا بقى، حطوا نفسكم مكان الواحد. لكن هتقولوا محن وهتقولوا ايه الكلام القذر ده؟ انا صاحبة محتوى محترم وانتوا بتشوفوا بنفسكم، ما سالتوش نفسكم ايه ده؟ طب هي
ليه عملت كده؟ دي ما بتحطش غير شغلها، دي هي ما فيش في دماغها غير شغلها وبس.